السلام عليكم حبايب الأمارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من زمان الزمان، طعمها أصيل وما فيش زيها. هنعمل مع بعض الجبنة القديمة في البلاص في البيت بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا. لو انت بتحبي بقى الطعم القوي والريحة المميزة الفيديو ده معمول عشانك. خليكي كده معايا خطوة بخطوة لحد ما تطلع معانا أحلى جبنة قديمة زي بتاعت زمان بالظبط. طبعا الحاجة لما نعملها في البيت بتبقى أنضف كتير وأوفر كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه محتاجين تكون معانا عشان نعمل جبنه قديمه ان احنا نجيب خميره مش قديمه زي اللي قدامكم ديت، بتجيبها من عند حد يكون موثوق فيه ويكون نضيف. تاني حاجه بنجيب جبنه القريش بتاعتنا، برضو لو انت هتشتريها من حد يكون موثوق فيه وجبنته تكون نضيفه. انا بعملها في البيت وعملتها معاكم كتير قبل كده في فيديوهات، لو انتوا عاوزين تعرفوا الطريقه ادخلوا شوفوا انا عملتها ازاي قبل كده. باجيب بقى طبق واحط فيه ملح وشطة، لو انت مش حابة الشطة بتاعتك كتير قلليها براحتك. هجيب بقى الجبنة بتاعتي اللي انا عاملاها في البيت وطعمها الصراحة روعة روعة يعني. طبعا يا جماعة الجبنة اللي احنا بنعملها في البيت طعمها مختلف تماما عن اللي احنا بنشتريها من بره. اللي احنا بنشتريها في ناس بيزودوها حاجات علشان تتقل في الميزان، لكن طبعا اللي احنا عاملينها في البيت بتبقى طعمها كريمي كده وطعمها جميل كده. شايفين بقى انا بمسك قطعة الجبنة كده واغلفها كويس بالملح والشطة دول من جميع الجوانب. بدحرج كده الجبنة فين في طبق الملح بالشطة دول وبحطها في مصفى، وتحت المصفى دي صينية، لان طبعا احنا بنعمل الخطوة ديت علشان الجبنة تنزل المية اللي فيها وتتماسك كده وتبقى متماسكة علشان ما نحطها في البلاص تستحمل المش اللي احنا نحط عليها او المية اللي احنا نحط عليها والسوائل وكده يعني ما تفرولش. بنحطها بقى في مصفى، وتحت المصفى دي في صينية وبنسيبها كده يوم او اتنين على حسب ما تحس ان هي بقى تماسكت يعني. تاني حاجة بقى بجيب البلاص بتاعي بفضيه. طبعا انت لو ما عندكيش بلاص بقى بتجيبي المش ده من عند حد تاني يعني. بفضيه كده من كل الخميرة اللي فيه او الجبنة او المش اللي فيه. اللي قدامكم دي بقى مش عليه فرافيت جبنة، عليه شطة، عليه خبرة سنين. عاوزة اوريكم بس الاول الجبنة اللي قدامكم في الفيديو دي جبنة قديمة طلعتها من البلاص. عاوزة اقول لكم هي بقالها سنة كده في المش. طبعا هي لونها فاتح كده علشان انا حطيتها في لبن عشان افك ملحها يعني. شايفين؟ بصوا يا جماعة دايبة كده وبصوا جميلة بتدوب كده، مش من اللي هي محجرة جامد ولا حاجة، ما شاء الله يعني. هعمل ايه بقى؟ هجيب المش بتاعي ده واحطه في طبق واسع كده وانزل عليه بلبن. عاوزة بقى افك كل التكتلات بتاعة المش اللي قدامي ديت في اللبن، بحيث ان يكون اللبن اللي قدامي ده كله سايل كده، ما يكونش فيه كلاكيع بالشكل ده كده. هجيب بقى مصفى وانزل بالخليط بتاعي ده كده في المصفى ديت، بحيث ان كل التكتلات اللي موجودة سواء فرافيت جبنة او اي حاجة اصفيها كويس. وعاوزة المش بتاعي ده يكون ناعم كده. طبعا انا كنت قاعدة في البلكونة علشان ما بوظت الدنيا جوه. شايفين؟ بضغط كده بايدي بحيث ان كل فرافيت الجبنة ديت تنزل في المش تحت. هعمل الخطوة ديت مع كل كمية المش اللي عندي. طبعا بقى انت بتعملي على قد الكمية اللي انت عاملاها. انت ممكن تعملي اصلا الجبنة بتاعتك في برطمان ازاز او اي جردل بلاستيك عندك، تمام مفيش اي مشكلة. مش شرط بلاص يعني، لو انت ما عندكيش بلاص عادي مفيش مشكلة. شايفين؟ بفضل اعمل بقى لحد ما كله يدوب كده. رحت جبت بقى شرش جبنة، ده اللي هو كان نازل من الجبنة القريش، برضو زودته عليهم وحطيت شوية ملح كده وشوية شطة وهحطهم على النار يغلوا. لازم اعمل الخطوه دي علشان اتاكد ان المش بتاعي مفيش اي حاجه ومفيش اي بكتيريا ولا اي حاجه، كله تمام يعني. هحطهم بقى على النار بفضل اقلب فيهم. شايفين القوام ما شاء الله ولسه هيتقل يعني، هو لسه هيتقل وانا هزوده برضو تاني شرش جبنه. جبت بقى البلاص بتاعي، كنت طبعا مفضيه من المش وكل الحاجات اللي فيه ودلوقتي فاضي. بدأت بقى انزل كده بالجبنة فيه. شايفين برصها كده فيه اهو. الجبنة اللي في المصفى ديت والمصفى التاني اللي هما الكميات القليلة ديت انا عاملاها في البيت، لكن اللي هما كمية كبيرة على بعض دول انا شارياهم. عاوزة اقول لكم القوام بتاعة الجبنة اللي انا عاملاها عكس خالص الجبنة اللي انا شارياها. الجبنة اللي انا شارياها من بره انا اصلا جايباها وتحس ان هي متماسكة وجامدة في بعضها كده، مش لينة كده وكريمية. هنا بقى المش كان بيغلي على النار، اول ما يغلي كده بروح طافيه عليه وحطاه في مكان يبرد. انا طلعته البلكونه كنت نسيت احط الترمس. انا بحط ترمس مر. ممكن بقى تزودي قرون شطه، ممكن تحطي قشر سفندي وبرتقان على حسب الحاجه اللي انت بتحبيها. كان خلاص بقى برد تمام.
شايفين القوام بتاعه تقيل خلاص ازاي. دي بقى شرش الجبنة اللي انا قلت لكم ان انا هزوده، بنكون برضو غاليين وسايبينه يبرد. اروح بقى اجيب البلاص بتاعي، طبعا انا كنت حاطه في الجبنه من بدري، انت ممكن تحطي المش الاول وبعد كده الجبنه براحتك. بجيب كده حاجه لها بوز علشان اعرف اصب فيها بيها يعني المش بتاعي في البلاص من غير ما ابوظ الدنيا ولا احوس الدنيا يعني. لان طبعا عاوزه اقول لكم على حاجه، انت لو انت لحوستي البلاص بتاعك من بره، إيه بعد فتره بسيطه هتلاقيه عامل ريحه مش حلوه خالص، وهتلاقيه كده شكله مش حلو من بره، وهيلم عليكي قرف وكده يعني. فاحنا خلينا في المضمون، والدنيا تبقى حوالينا تمام ونضيفه. كنت عبيت كل المش، شايفين هو وصل لحد فين في البلاص. عاوزه اقول لكم برضو يا جماعه معلومه، المش لما بتسيبيه في البلاص بيخس وبينزل بيهبط لتحت، فانت زودي الكميه علشان ما تضطريش ان انت بعد كده تفتحي البلاص وتزوديه مثلا لبن او كده. شايفين انا كنت خلاص زودت كله، بقى معانا بالشكل اللي قدامكم الجميل ده. طبعا هنقفل عليه، ما بنفتحش عليه خالص، بنسيبه مثلا 3 4 شهور، دي اقل حاجه. انا حطيت كميه ملح بسيطه هنا لان انا طبعا كل حاجه كنت حاطه فيها ملح وشطه، فانا مش عاوزه الجبنه بتاعتي تطلع مالحه قوي يعني. بختم بقى البلاص بتاعي، برش كده شطه وزيت شايفين على الوش، وهرجع برضه اجيب زيت كده وادهن بيه وش البلاص او اللي هو فتحه البلاص دي كلها من كل الجوانب علشان ما يعملش عندي ريم او عفونه، بالطريقه دي كده. شايفين اهو. صلوا على النبي يا جماعه. هقول لكم بقى على حاجه، لازما نقفل البلاص بتاعنا كويس جدا، ونتأكد ان هو مفيش فيه اي مدخل للهواء. انا حاطه هنا اكياس كتير، طبقات اكياس كتير فوق بعضها، لو عندك استرتش راب ممكن تستخدمي الاسترتش. وبعد كده بغطيه الغطا ده، هو مش بتاع بلاص بس انا بستخدمه بقى في البير بلاص. وبعد كده هلفه كمان بالطرحه اللي هي الطرحه القديمه بتاعت الازاز القديم عندي ده كده يعني، او اي قماش عندك بالشكل ده كده. واحطه بقى فين؟ في مكان فيه شمس. تمام. شايفين بقى الجبنة القديمة سهلة ازاي؟ اه بقى الطعم الجبار ده هيطلع من ايديكي وفي بيتك. ما تنسيش اللايك والشير. استنوني فيديو جديد قريب ان شاء الله، وباي باي.